خسرنا ماتش الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة النهائية لكأس أفريقيا الكونفدرالية. خسارة. يعني ما كانش في سيناريو أسوأ من كده. يعني كان ممكن عادي جدا نخسر بالبنالتي اللي قبلها، يعني ما اللي قبلها بنالتي، بس كانت لازم اللي هو يبقى في حتة زملكاوي. يعني الموضوع لازم يبقى في حتة زملكاوي. لا نجيب جون والجون يتلغي فتتحسب بنالتي. هارد لك. هارد لك للزمالك والجماهير الزمالك والجهاز الفني للزمالك وبعض اللاعبين. بعض اللاعبين. ليه بعض اللاعبين؟ لان احنا شفنا النهارده كابتن معتمد عمل مباراة. انا شايف ان هي على المستوى التكتيكي وعلى مستوى التشكيل وعلى مستوى التغييرات، انا شايف ان هي مباراة كانت جيدة جدا منه. في اطار المتاح، في اطار الاصابات، في اطار الارهاق، في اطار حاجات كتير قوي، في اطار ظروف محمد شحاتة. كل الكلام ده انا شايف ان كابتن معتمد ادار المباراة بشكل جيد جدا. وقبل اي حاجة بنعزي محمد شحاتة في وفاة والده، وبشكر صاحب فكرة ان محمد شحاتة النهاردة يكون هو قائد نادي الزمالك في الملعب، لانه تحمل مسؤولية مش اي حد على فكرة ان هو يقدر يستحمل ان هو يكون بعيد في ظرف زي اللي هو فيه ده وما يرجعش ويلعب ويركز ويعمل مباراة كويسة. ده لان شحاتة لعيب راجل. ممكن ننتقد أداؤه في مباراة، ولكن في الآخر احنا عارفين إن هو لعيب بيجيب آخر دواسة البنزين في أي مرة هو بيكون موجود فيها في الملعب. وشفنا إن هو النهاردة بصراحة، يعني أنا ما أقدرش إن أنا أتكلم عليه كلمة حتى في أدائه في الملعب. ولكن حتى لو كان غلط أو ما كانش كويس أو عنده أخطاء، دي كلها حاجات تغتفر لأن هو شال الفريق في عز ما هو محتاجه. تشكيل الفريق اللي بدأنا بيه أنا شايف إن هو دي كانت الحاجة المثالية في ظل الإصابة بتاعة بيتزيرو وفي ظل سوء مستوى ناصر منسي في آخر المباريات. فإن إحنا نلعب بأربعة واحد اتنين واحد اتنين دايموند، باتنين وايد ناين شيكوبانزا وعدي، عشان نستغل المساحات اللي اتحاد العاصمة هيسيبها لأنه هيبقى ضاغط علينا. ودي كانت أهم ميزة النهاردة وضيعناها.